بالطبع لم يكن هناك تواصل من قبل الاتحاد مباشر من الاتحاد العراقي، ولكن هناك شخص مسؤول من الاتحاد العراقي يتحدث مع مدير أعمالي ويتحدث مع رئيس الاتحاد العراقي، وهو صلة التواصل بين الاتحاد العراقي وبين موكلي. لذلك حتى الآن لم نتلقى طلب العمل على الورق، لذلك هناك العديد من الأمور التي تباحثها. نتحدث عن مدير أعمالي ومندوب الاتحاد العراقي لكرة القدم، لذلك هناك تفاصيل دقيقة صغيرة نقوم بالعمل عليها لحلها. وأنا كلاعب كرة قدم أعطيت الكرة لإدارة المنتخب العراقي كي يحددوا المبتغى. طيب كوتش، هل تسنى لك متابعة المنتخب العراقي في الفترة الأخيرة؟ نعم، أنا أتابع المنتخب العراقي منذ فترة طويلة، وهناك برنامج خاص بمتابعة المنتخبات وهو يعطي فيديوهات خاصة بمباريات المنتخبات. وأنا رأيت بأن المنتخب العراقي منتخب شاب يملك لاعبين على أعلى المستويات، وهم يحتاجون إلى العمل مع مدرب يستطيع أن يرشدهم إلى الطريق الصحيح.